تحية بركات أو أهلا بكم إلى هذا البودكاست. الثقافة الأمازيغية في الصحراء. اقرأ لتفهم أو اسمع لتفهم. في الحسانية يطلق على الموسيقى أزوان، وهي كلمة أمازيغية تعني الموسيقى. وفي الحسانية أيضا يطلق على الآلات الموسيقية أسماء كلها أمازيغية، وهي تيدينيت، وهي آلة كالوتار أو كالعود أو كالهجوج، وآلة أوردين خاصة بالنساء، كذلك آلة إمزاد وهي آلة الرباب في سوس، وآلة موسيقية في صحراوية أمازيغية تعزف عليها النساء في الغالب. مائيغاون رقصة أمازيغية معروفة حاليا في صحراء المغرب وموريتانيا. يعتقد المتحدثون بالحسانية اليوم أغلبهم صنهاج الأمس أن هذه المصطلحات عربية بلهجة حسان، كما يقول بعض الباحثين، كلام لا معنى له. مثلا آلة تيدينيت هي آلة موسيقية حسانية أصيلة، هذا كلام حين يقوله مثقف أو باحث أكاديمي يصبح جريمة في حق التاريخ والثقافة والإنسانية. وأغلب الناس في مناطق الصحراء بالمغرب وموريتانيا يعتبرون كلمة أزوان هي مصطلح عربي حساني، إلى درجة أن مهرجان موسيقى كبير ينظم في مدينة العيون المغربية يسمى مهرجان أزوان، كما ينظم مهرجان موسيقى كبير في مدينة بوجدور يسمى أكابار، ومعناها القافلة. وهم يطلقون هذه الأسماء يعتقدون أنها حسانية عريقة. كل هذه الكلمات والمصطلحات الأمازيغية لا تزال مستمرة في اللسان الحساني، لأنها كلمات قديمة جدا احتفظت على حيويتها واستمراريتها بالرغم من التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي طرأت في الصحراء على مدى فترات تاريخية متواصلة. لذلك نلاحظ أن كل ما له علاقة بالثقافة والفنون في الصحراء فهو لا زال يحتفظ بالأسماء الأمازيغية الصنهاجية الأصلية، لسبب بسيط، لأن الثقافة تكون بنيوية في المجتمعات لا تتعرض للتعرية بسهولة مهما كانت شدة وقوة التحولات. كما أن القبائل التي تعتمد على الغزو والحرب وتأكل من المغارم والغنائم لا تهتم بالثقافة ولا تعتني بها. لذلك نجد أن الإيقاعات فيما يسمى بالموسيقى الحسانية هي إيقاعات الموسيقى الأمازيغية في الصحراء، سواء تعلق الأمر بإيقاعات صنهاجة في العمق الموريتاني حاليا أو إيقاعات طوارق في الصحراء وضفاف نهر النيجر. واليوم بفضل انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة والحرة أصبح العالم مولوع وعاشق بموسيقى طوارق The Tuaregs بفضل المجموعة الأسطورية المدهشة والخالدة تيناري وين، أكثر مجموعة موسيقية شهرة في العالم اليوم من بين أكثر، وهي من توارق أزواد شمال مالي، تغني وتنشد حول قيم الصحراء وقيم تيموزغا، الحرية، السلم، التعايش. كما تعتبر بمثابة سفيرة متجولة في بلدان المعمور تعرف بقضايا التوارق. وبواسطة أغانيها اكتشف المغاربة عمق وأصالة الموسيقى الصحراوية، وما يعرف بالموسيقى الحسانية هي فقط شكل من أشكالها، ومن ضمنها أشكال أخرى متعددة في موريتانيا وحوض النيجر وجنوب الجزائر وجنوب ليبيا في غدامس ومرزوق وغيرها.
كلها تعبيرات وألوان موسيقية وألوان تعبيرات وألوان الموسيقى الأمازيغية الصحراوية، بغض النظر عن اللغة التي تستعمل في الغناء، حسانية أو كانت أو لغة السونغاي أو الهاوسا أو التومبو أو التوبو أو غيرها، لأن البنية الثقافية لا تتغير. والحديث عن الأشكال الثقافية التي أنتجها المجتمع الصحراوي الأمازيغي منذ القدم، والتي لا تزال مستمرة في المجتمع الحالي الناطق بالحسانية، هو حديث لا ينتهي بحكم كثرة وتعدد المظاهر الثقافية التي قاومت الاندثار والتعريب وفرضت نفسها بقوة داخل المجتمع. ولا بد أن نذكر هنا عادة وطقس ترزفت، هذه كلمة أمازيغية قحة كباقي الكلمات التي مرت على أسماعنا، المنتشرة في مناسبات وتقاليد الزواج. ترزفت يعني الهدية، وتعني الهدية المقدمة للعروس. ما سنترزفت ماذا أهديت لي للعروس؟ ما سنترزفت درت سكليت. وهي عادة أمازيغية قديمة، ومنها انتحت تسمية إنرزاف، وهي مجموعة غنائية أمازيغية مشهورة في سوس. ويعتقد الناطقون حاليا بالحسانية في جنوب المغرب وموريتانيا أنها كلمة وعادة حسانية. ومنها أيضا مصطلح ترقالت، الذي يعني هو أيضا الهدية التي تسلمها الساكنة للقوافل التجارية العابرة للصحراء، ولذلك سميت بها مدينة واحدة وواحة. سميت بها مدينة وواحة المحامد الغزلان شرق المغرب، قبل أن يغير محمد الخامس اسمها من ترقالت إلى محامد الغزلان، حين شاهد الغزلان تركض على الكتبان الرملية. ومن أشكال الثقافة أيضا اللباس وطريقته الذي يعبر عن الهوية والثقافة والتاريخ. وفي الصحراء نجد ظاهرة اللثام التي تعتبر من بين ملامح هوية الأمازيغ الصحراويين، فلا داعي لذكر كلام الجغرافيون والمؤرخون الذين تحدثوا عن هذه الظاهرة، فجميع من تكلم عن الصحراء منذ الأزل إلا ويثير قضية وضع اللثام من قبل صنهاجة وقدماء التوارق، ويندهشون بالطريقة التي يتمسك بها الأمازيغ بوضع اللثام قبل دخول القبائل البدوية بكثير، إلى درجة أن دولة المرابطين الصنهاجية كانت تسمى دولة الملثمون، وكان يتشبث ملوكها بوضع اللثام حتى وهم في قصور الأندلس. واليوم يشتهر التوارق باللثام ويتميزون به عن باقي شعوب العالم، ليس لأنهم يقطنون في الصحراء، وإنما أصبح محددا أساسيا في الهوية والثقافة الأمازيغية، فهو يعبر عن نمط عيش لشعب أصيل في الصحراء. ويسمى اللثام عند التوارق تغلمست، وفيه أنواع كثيرة بألوان متعددة يتم وضعه بطرق حديثة جدا لا مجال فيها للصدفة والفوضى. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنماط السكن، ونقصد به الخيمة، فهي شكل من أشكال الثقافة الأمازيغية في الصحراء. فنوع الخيام المنتشرة في المغرب وموريتانيا حاليا فهي صنهاجية في طريقة التصنيع والتركيب، كما أن خيام التوارق تتميز عن خيام المناطق الأخرى التي تنتشر فيها القبائل الأمازيغية التي تعيش بالترحال. وتسمى الأمازيغية لغة التوارق بأهين، ومنها اشتق اسم الجدة المؤسسة لشعب الهجار في جنوب الجزائر تين هينان، وتعني ذات الخيام، يعني الخيمة باللغة الأمازيغية المرابطية
والصنهاجية هي آهين، وقبرها مزار يقدسه ويزوره التوارق، وقد أنجزت حوله أبحاث أركيولوجية في العقود الأخيرة. ويوجد تفسير في لغة التوارق يقول إن إيزناغن التي هي تصحيف والصيغة المعربة لصنهاجة تعني أصحاب الخيام الجلدية، حسب اجتهاد صدقي علي أزيكو، بمعنى أنه حين نتحدث عن الخيمة كثقافة وكمؤسسة وكشكل من أشكال الحضارة، فإننا نتحدث عن ثقافة أمازيغية عريقة وعن حضارة صنهاجية بالأساس. فقبائل الأطلس المتوسط المعروفة بقبائل زيان تقول للمنزل والعائلة أخام، أي تخام. أخام هو المنزل وأي تخام هي العائلة، أخام شخمينو، وهي قبائل ومجموعات صنهاجية أيضا. لا يتسع المجال للحديث أكثر عن أشكال ثقافية أخرى تنتشر في الصحراء ويعتبرها البعض أنها حسانية عربية في الطعام والطبخ واللباس والشعر والرقص والزواج والهدية وفنون تجميل عند النساء والتجوال، وأهمها طريقة إعداد الشاي وشربه وطقوسه، وهي طقوس أمازيغية عريقة تتعرض اليوم لأشكال التزييف. نحن نبحث في هذه المواضيع بشكل علمي تاريخي وأنثروبولوجي، ليس لنقول هذا أصلي وهذا غير أصلي أو كرد فعل عن ممارسات معينة، وإنما للدفاع عن هوية الصحراء الأمازيغية والعناية بالثقافة الأمازيغية والصنهاجية التي هي الأصل والامتداد في الصحراء. كما هو مشروع أيضا الحديث عن الحسانية وثقافة البيضان عند البعض، يقولون أنهم البيضان هم العرب الصحراويين، ولكن في الحقيقة كان دائما كر وفر بين العرب والأمازيغ في الصحراء، مرة يطغى الأمازيغ ومرة يطغى البيضان. إذن ولا بد أن نؤمن بثقافة التعايش وقبول الاختلاف التي هي أساسيات العيش وركيزة ثقافية وركيزة ثقافة الصحراء. أما الهيمنة الثقافية والإقصاء والتفوق العرقي فهي أساليب بائدة ولى عنها الزمن الزمن والزمان. كتبه عبد الله بوشطارت في بحث على الانترنت، أنا فقط قرأته ليس ببحث. شكرا وإلى اللقاء.